Attention please. Please do not smoke in the terminal building. Smoking is only permitted in the specified smoking الحمد لله على areas. سلامتك يا خالد، منور والله. جبت لي معاك ايه بقى المرة دي؟ يا ابني عيب كده، انت مفيش فايدة فيك. يا بنتي سيبيه براحته، امال هم قالوا ليه الخال والد؟ ماشي يا لمط، انت كنت عاوز ايه واستهبلت وبعتولي بالغلط؟ بتهزر يا خالد؟ جبت لي الموبايل اللي انا بعته لك بالغلط؟ ايوه، جبت لك الموبايل اللي انت طلبته. جامد انت يا حبيبي يا خالد، تعيش وتجيب يا رب. استنى بقى اما نشوف امك مالها. مالك يا ست زيزي؟ مش عوايدك ساكته كده ليه؟ والله يا حسين بفكر في أول يوم رمضان اللي هيهل علينا ده كمان كام يوم، وترتيباته في وجود عروستك إن شاء الله. اللي صحيح يا حسين، انت مرتب تروح وتطلبها قبل رمضان ولا نفكر في ايه؟ نبقى نأجل اي كلام لما نقعد مع ديدي. بس كويس انك مفكره في ده. ربنا يهديكي ويكملك بعقلك يا رب. الحمد لله على سلامتك يا استاذ حسين. مصر نورت يا استاذ حسين. يا ابله ديدي يا ابله ديدي، معلش اصل قاعده في البلكونه ما سمعتنيش. يا ابله ديدي استاذ حسين وصل. ازيك يا حسين؟ وحشني يا حبيبي. تا 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 يا بنتي كفاية والنبي، عاوزين نتكلم معاه ونعرف الفترة الجاية هتمشي ازاي معاه ومعانا. سيبيها براحتها، بطلي طريقتك المستعجله دي. خليها تخرج الشحنه اللي جواها، علشان اللي جاي كله جد. وفي السريع كده قبل رمضان، كل سنه وانتم طيبين. هو ايه اللي جاي وفي السريع وقبل رمضان؟ في ايه يا زيزي؟ اعملي لنا شاي يا ام عبير، واستنوا ثواني ارد على ام تامر، دي تالت مرة تكلمني وما ردش. بس هص خالص والنبي، عشان هي حشرية اخر حاجة، بس بحبها موت. الو، الو، ازيك يا متامر؟ ازيك يا حبيبتي؟ يا اختي من اخر مره كنتوا عندي ولا حس ولا خبر، قلت اتصل اسال عليكم. وانتي كمان والله وحشتينا. طمنيني يا اختي، انتوا كويسين؟ وصلتوا سلامي للاستاذ حسين؟ اوعوا تكونوا نسيتوا. افصلي بقى يا متامر شوية واديني فرصة رد. اتفضلي يا اختي، حقك عليا. بس صحيح وصلتي سلامي للاستاذ حسين؟ يا ستي حسين وصل مصر بنفسه عشان يرد عليك السلام. لو النبي صحيح. ايوه نزل مصر اجازة يبقى كلكم ان شاء الله معزومين على الفطار اول يوم رمضان عندي. دي اللمه ما تحلاش الا بيكم، دي هتبقى احلى لمه والله. ده هي دي اللمه ولا بلاش؟ لا مش هينفع والله يا متامر. نعدي اول يوم واي يوم تاني هنفطر سوا باذن الله. ليه بقى؟ لو على الاستاذ حسين انا هكلمه طبعا، ما هي دي الاصول، وانتي عارفاني انا ما بفوتش الاصول ابدا. ايه يا اختي ساكته كده ليه؟ الو، ايه يا اختي مالك ساكته كده ليه؟ بصي انا مش هعرف احكي لك حاجه دلوقتي. سلام دلوقتي ومره تانية نتكلم. هي ايه الحكايه؟ ده باين الموضوع كبير وفيه لا، دي مش بس، دي وكان واخواتهم كمان. وانا هفضل افرق كده لحد امتى؟ هقعد استنى بقى لما زيزي تكلمني؟ ايوه يلا على الباب جايه اهو. يا ابله زيزي يا ابله زيزي، الغدا على الصفر. استاذ حسين وابله زيزي بيستعجلوكي. يا زيزي كل ده تليفون؟ مالها ام تامر؟ انتوا بقيتوا اصحاب يعني دلوقتي؟ ما طول عمرك بتقولي عليها حشريه. هي حشريه بس الصراحه دمها خفيف. سيبك بقى وخلينا في الجد بتاعك، ولا انتوا بدأتوا كلام من غيري والله هزعل. ما نقدرش، احنا مش حمل لا إعادة، ولا الناس اللي بتسمعنا احنا حملها. يلا يا عم، احنا يوميات كوميدي ولا ايه؟ انت نسيتي؟ طب بصوا بقى، انا عاوزكم معايا زي ما قلت لكم في المكالمه، علشان نروح لاهل ليلى بكره واطلبها رسمي ايه ده بكره كده على طول يا حسين؟ طب استنى يوم ولا 2 اقل وترتاح وتنزل تشتري هديه، ولا تلاقيك جايب لها. ما هو اكيد عامل حسابك تقرا فاتحه ولا ايه؟ ما انا فعلا عامل حسابي ان انا نقرا فاتحه زي ما قلت لكم، ومتفق مع ليلى على كده، والهديه كمان جايبها لها معايا. ايه يا ديدي ساكته ليه؟ والله يا حبيبي انا شايفاك مرتب كل حاجة، فخلاص على البركة وربنا يتملك بخير. بس عاوزاك تبقى مقدر انت داخل على ايه كويس بس. ما تقلقيش يا حبيبتي، كله تمام ان شاء الله. انت بس انزلي اشتري فستان حلو كده مع زيزي وتبقوا معايا بكره باذن الله. على خيرة الله، بس عاوزين ناخد معانا حاجة حلوة واحنا رايحين، مش هنخش على الناس وايدينا فاضية. ايه رأيك يا زيزي نعمل اوردر من ليلى سكيك؟ ماشي، ومع الحاجه الحلوه بوكيه ورد حلو كده يا حسين ولا ايه؟ طبعا الورد ده شيء اساسي.
ليلى طول عمرها بتحب الورد، بس انا عايز اكد عليكم يعني يا ريت محدش يفتح معاها او مع اهلها موضوع جوازها الاولاني. سامعاني يا زيزي؟ مفهوم مفهوم، بس دي كانت هتبقى دردشة عادية يعني، ومش لازم من أول مقابلة. ولا في الاول ولا في الاخر. ما تقلقش يا حسين، كله هيعدي يا حبيبي وهتنبسط بعروستك إن شاء الله. وابنها كمان أكيد هتنبسطوا سوا. سوري يا ديدي، ما أنا لازم أفكره يعني. فاكر وعارف وفاهم، خليك انت بس في حالك، وهاتيلي الحمامة الكبيرة المحمرة اللي قدامك دي. الله، تسلم ايدك يا ام عبير، من سنين ما اكلتش حمام بالطعامة دي.